يخلي كل زوج وزوجة لبعض، ويخلي لها، ويا رب ما يتحرموا من بعض، لأن الفراق صعب جدا. بس أنا بحس إن هو عايش معاه، ما ماتش. طبعا هو عايش بروحه وعايش بأثره، عايش بسيرته وهيتنيه. الحسنة ما بين الناس. أيوة، كل الناس بتحب. أنا لما بنزل بوست أو أي حد بينزل صورته، الناس كلها وفي كل حتة، كل ما بروح في كل حتة دكتور محمد. أنا كنت عايشة بيه الدكتور محمد وطيبة الدكتور محمد، لأنه عمره ما زعق لحد، عمره وكان أب حنين لكل البنات، سواء التمريض أو كله كان بيشتغل في الوحدات كده، كانوا كلهم بيحبوه. وأنا اشتغلت ورحت مسكت مكانه وما عرفتش، لأن أنا مش ما كنت زيه. لا، هو أنا ممكن هو أسلوبه حلو جدا. وحضرتك برضو لا تتخيرها عن ايه يعني لا، بجد هو أسلوب الدكتور محمد يعني، فربنا يرحمه. وأنا طول ما أنا عايشة هحيي ذكراه، وطول ما أنا عايشة الخير هيتعمل لك، وطول ما أنا عايشة كل الخير اللي أنت عملته هيتنيه زي ما هو. وعلى طول أنا يعني كنت من ضمن الحاجات، أنا بابا وماما متوفين، فكنت ربنا يرحمهم ويغفر لهم كما ربياني صغيرة. فكل يوم بقرا لهم الصبح ياسين، بوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقول اللهم اغفر لي ولوالدي، وبقول بها لأبي وأمي. فكان يقول لي انت بتقري ايه؟ بقول له ياسين عشان اهديها واي قران بهديه لابو وامي. يقول لي هتنيكي فاكراني؟ قلت له ليه بتقول كده؟ ربنا يجعل يومي قبلك، يعني قبلك، ليه بتقول كده؟ طب لو مت يا أميمة لازم تقري لي قرآن زيهم كده، أنا بشوفك كده أنا بغير منك. قلت له ليه؟ إن شاء الله. فدلوقتي بقيت أقول لأبي وأمي ولزوجي محمد. فأنا كل يوم بقرا له قرآن وبقوله الله يرحمه، وعمري ما هنساه. يعني زي ما حضراتكم زي مشاهدينا في كل مكان، يعني دكتورة أميمة يعني طبيبة وفاء لزوجها، طبعا تحيي ذكراه. خصصت أسبوع كامل للكشف عن المرضى مجانا عشان يكون لروحه. يعني كمان الدكتور محمد أبو شادي يعني كان ليه أعمال خيرية كتيرة طوال فترة حياته. بنى مدرسة في قريته، قرية ميت الكرام، بنى مسجد هنا في مدينة تلا، عمل وديعة في البنك عشان يخصص معاش لعدد من الأيتام. كمان يعني كان ليه أعمال خيرية كتير، سواء في دار المسنين اللي كان بيخصص لهم، يعني كان بيعمل لهم حاجات كتيرة ورحلات، وكان بيطلع معاهم. هو يعني الله يرحمه كان له أعمال خيرية كتيرة جدا، والكل هنا في مدينة تلا بمحافظة المنوفية دايما بيفتكروا بالخير. دكتورة أميمة يعني بنشكر حضرتك جدا، تعيش وتفتكري إن شاء الله، وربنا يديك